أهلا وسهلا بيكم في قناتنا غواص في بحر الفلك. النهاردة هنتكلم عن برج ناري من الأبراج النارية. ممكن نقول إن هو تالت برج ناري بقى، يعني الحمل، أسد، قوس. فالأبراج النارية دي من صفاتها طبعا دايما الحماس، الاندفاع شوية، العاطفة المتأججة، سرعة شوية في الانفعال. فاحنا نتكلم بقى عن القوس ونشوف ايه هو اولا الكوكب اللي بيحكمه وبيأثر فيه ازاي. احسن كوكب في الابراج في ناحية الحظوظ والصفات الجميلة شوية بتاعت الكواكب هو كوكب المشتري. وهو بتاع يعني زي ما احنا كنا بنقول دايما زحل النحس شوية. برج قصدي كوكب المشتري كوكب الحظ. فصحاب القوس محظوظين ان هما اللي بيحكمهم هو كوكب الحظ. دلوقتي تأثيره عليهم جميل، هم كرمة جدا، أطفال في نفسهم قوي. هم الأبراج النارية يعني على فكرة عفويين، يعني واللي بيطلع في يعني عندهم اللي في قلبهم على لسانهم، ما عندهمش خبث قوي الأبراج النارية على فكرة أغلبهم يعني. لكن القوس بيحب المغامرة، بيحب يكتشف كل شيء جديد، بيحب السفر جدا 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 جدا. من اكتر الناس اللي ممكن يمتهنوا مهنة الطيارين او المضيفين او اي حاجة فيها سفر. يعني هما القوس، لان القوس بيحب حريته قوي، بيقدس حريته. هو بقى من احلى صفاته انه هو فعلا معطاء وكريم، بيحب يعني يساعد الناس، بشوش، دمه خفيف جدا جدا، قلبه طيب، ما عندوش قسوة يعني. لكن من اسمه نصيب عامل لي يعني مشكلة. طبعا هو بيعمل لنا مشكلة، هي انه القوس سهم بيتضرب كده وبيصيب. فهو مشكلته الغلط بتاعه، لو ما بيتعصب بيقول كلام جارح وفي محله كده، فبيوجع اللي قدامه وما بيبقاش مدرك هو ضايق الناس قد ايه. يعني هي دي مشكلة القوس، انه هو شوية عنده حتة انه هو لسانه مبري منه شوية وقت الغضب. يعني ممكن يعني في عز الغضب يقول حاجة تزعل، يعاير حد بحاجة حقيقية فيه فيجرحه. كلامه ساعات في الصراحة بيبقى جارح زيادة. من عيوبه الفضول الفظيع، هو بيحب يعرف كل حاجة عن كل الناس، يعني مش في حاله بصراحة، يعني هو فضولي. اغلب مواليد القوس بيبقوا عندهم تطفل شوية الى حد ما، يعني محظوظين عندهم، يعني كرمهم ده بيخلي دايما عندهم الدنيا دايما مستورة معاهم. بيحبوا جدا، لما بيحبوا بيبقوا مخلصين جدا للشريك حقيقي. هم لما بيحبوا بيبقوا مثاليين جدا جدا، انهم بيحبوا بطريقة رومانسية جدا، يعني بيعبروا بالهدايا وبالعطاء وكده. هم معطائين الحقيقة، برج كويس جدا. فهو يعني حتى من لو في عيوب فهو بيتقال كده القوس معرفته كنوز. يعني هو كريم زي الكوكب اللي بيحكمه، اللي هو كوكب المشتري، اللي هو أكبر كوكب في الكواكب. فهو عنده توسع في كل الأشياء، بس هو بيميل للمبالغة. عجبته حاجة بيبالغ قوي، كره حاجة بيبالغ قوي. هي دي مشكلة القوس. لكن إن اللي بيعرف حد قوس بيبقى زعلان إنه خسره. أغلب الناس مواليد القوس حلوين ظراف، فلما بيكونوا في حياتك حد قوس بتبقى أنت مبسوط بيه. في حاجات كده صغيرة قوي ممكن تضايق القوس، ممكن يعني ايه ما تبقاش في بال حد يعني. وتلاقيه غضب فظيع، اللي هو غضب الناري ده. محتاجين ان احنا نمتص غضبه، لان هو عامل زي الطفل على فكرة. هو بعد ما بيهدى يعني ما بيبقاش فاكر هو قال ايه اصلا. لكن هو اجمالا من اجمل الابراج، بس الحرية مهمة عنده جدا. محدش يكبته، محدش يفضل يلاحقه في المكالمات ويقول له انت رايح فين وجاي منين، محدش يضغط عليه، محدش يعمل له حاجة كده. وهو بيكره الروتين وما بيحبش الانتظار وما بيحبش الزحمة أبدا، وما بيحبش يقف في طوابير. فدي برضو من حاجات اللي أنا حابة أقولها كعيوب. هو صبره قليل قوي في الحتة أي حاجة روتينية يعني. لكن هو كرب أسرة مثلا، كحد مسؤول، بيتحمل المسؤولية جدا يعني. ففي الإجمالي من أجمل المواليد الأبراج في التعامل هو القوس. لكن الحتة إن هو برضو لازم تبقوا فاهمين إن هما مش بتوع نصيحة، يعني بيتشبثوا بآرائهم قوي. ف فسيبه بدماغه بقى، لان لو عرفت حد قوس خده زي ما هو كده، لان القوس ما بيغيرش رأيه بسهولة.
يعني صعب يغير رأيه وقناعاته الحقيقة. وعلى كل عيوبه إن هو ممكن يجرحك وهو غضبان أو يقول كلام أو يغضب أو يكون عصبي جدا وعلى فكرة هو غيور جدا أيوة غيور جدا جدا. فأنت يعني أو أنتي لو حد شريكه كوس أو أخوه أو قريبه أو أبوه أو أمه، يعني إيه، خده على عيبه لأن هو مزاياه أكتر بكتير من عيوبه. إن شاء الله الحلقة الجاية هتكلم عن برج برضو مهم جدا من الأبراج القوية والشاطرة عندهم مهارة ومثابرة، قياديين لدرجة أولى، زعماء ونجوم وكل حاجة، هم برج الجدي. فإن شاء الله المرة الجاية نتكلم عنهم. ألقاكم في الحلقة القادمة يعني.